الامس. واسمحوا لي قبل ما ابدا معاكم في احداث مصر وايه اللي بيحصل هنا ومين اللي عامل اضراب ومين اللي بيولع في صوره الوزير ومين الكذا وكذا، اسمحوا لي اكلمكم عن زياره الرئيس لالمانيا وبعض الملاحظات. اولا خليني اكلمكم عن الاخوان واعتذر لحضراتكم في بدايه الحلقه. انا انتشر لي بعض الفيديوهات وانا برد على الاخوان وكنت بستخدم الفاظ من المفترض ان هي الفاظ لا تستخدم الا يعني في خناقات بقى وشوارع وحاجات كده. بس انا اؤكد لحضراتكم حاجه مهمه جدا ومره اخرى باكدها لسيادتكم، انا وقلتها قبل كده مرارا واكررها، انا اللي هيشتم مصر بعد كده هشتمه، وانا اللي هيشتمني او يشتم رئيسي هشتمه، وانا اللي هيفتكر ان انا هكون جبان ومش هواجهه، لا هواجهه وهواجهه بكل قوه. انا ما بضربش زي ما هو بيعمل بالظبط كده، هم بيطلعوا علينا علشان يشتموا وعلشان يقولوا حاجات يعني قذرة جدا، وانا بالتالي انا مش هسكت له. اللي هيشتم مصر واللي هيشتم الرئيس المصري واللي هيهاجم مصر انا مش هسكت له في اي مكان في العالم بقى بعد كده على الاطلاق. وهم بيكونوا مستنييننا ومنتظرنا وحفظوا شكلي وحفظوا شكل الاعلاميين وحفظونا بالاسم ويندعوا علينا وكذا. ملاحظات عامة، الناس دي بدأت تشتغل وتحتمي بالجنسيات الأجنبية بكل وضوح، وأنا عندي فيديوهات بس أنا مش هشغلكم بيها، أنا مسجلها. الشخصيات اللي وقفت لنا في المطار تستنانا ووقفوا قدام الأتوبيس ومنعوا الأتوبيس، هم 2 أو 3 أنفار بس، إنما هو عشان واقف قدام الأتوبيس فعامل نفسه بطل وذكر يعني. إنما أول ما الشرطة تيجي يروح يطلعوا يجروا ويتبقى واحد منهم حامل الجنسية ويروح مطلع الجنسية يغيظ المصريين بيها ويقول له أنا راجل معايا الجنسية الألمانية. 2، ان معظم اللي بعد كده اقتربوا مننا وبدأوا ان هم يهاجمونا او كانوا قاعدين لنا على النواصي ويهاجمونا او يشتمونا مش مصريين اساسا، يا اما اكراد يا اما سوريين يا اما اتراك، عندهم الصور وبيتشاور لهم يقول له هو ده روح اشتم ده روح اتكلم مع ده. وبعض هؤلاء، ودي حاجة يمكن اقولها لحضراتكم لاول مرة، على باب المفوضية قبل ما لقاء الرئيس بالمستشارة ميركل بدأوا ان هم يتعاملوا مع الاعلاميين والصحفيين، وحصل تعامل بيني وبينهم وبرضه ما سكتش. انما فوجئت بان اللي بيشتمهم دول واقفين في طابور الصحفيين وداخلين المستشارية لان معاهم كارنيهات صحافة، كارنيهات صحافة الماني، وداخلين يحضروا اللي بيشتموا